السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخيرا بعد 7 شهور حلينا كل المشاكل اللي قابلتنا في برنامج تيك بايتس انستولر، وكل المشاكل اللي الناس قالت لنا عليها. لو انت ما تعرفش البرنامج ده هو عبارة عن برنامج بينزل لك كل البرامج اللي انت تتخيلها وممكن تحتاجها على الجهاز عندك بدون ما تخش على صفحات وبدون ما تخش على حاجات كتير. وكمان مش بينزلها بس، لا ده بينزلها وبيسطبها لك وبيعمل لك كل حاجة وانت ما بتعملش اي حاجة حرفيا. فبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. واول مرحله معانا هي تنزيل برنامج تيك بايتس انستولر. ببساطه جدا هتنزله من سيرفر الديسكورد اللي هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو او في اول كومنت. واول ما تخش السيرفر هيبقى معاك بالشكل دوت كده، هتنزل تحت شويه لحد ما تلاقي تيك بايتس انستولر بالشكل دوت كده، وهتدوس على كلمه داونلود. واول ما تدوس على كلمه داونلود هتدوس على الميديا فاير دوت او لينك الميديا فاير وتبدا تنزل البرنامج عادي جدا زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. وبعد كده هتدوس على داونلود. المهم في اللي انت بعد ما تنزل البرنامج دوت مش هتحتاج ان انت تنزل اي حاجه ثانيه. فخلينا نشوف البرنامج ده احنا منزلينه هنا، وخلينا نشوف البرنامج ده بيقول ايه لو انت اول مره تعرف البرنامج ده او اول مره تسمع عن البرنامج ده. ببساطه جدا البرنامج ينزل معاك بالشكل دوت كده، والبرنامج بورتابل مش محتاج ان انت تسطبه. فببساطه جدا هتفتح البرنامج بالشكل دوت كده ويفتح معاك بالشكل دوت كده. ببساطه جدا كل اللي انت محتاج تعمله انت تدوس على ستارت، وفي المرحله دي كل اللي انت هتعمله اللي انت هتستنى شويه. وعايز اقول لك اللي انت بعد ما تعمل البرنامج ده بس اول مره على الجهاز مش محتاج اللي انت تعمله تاني. واول ما البرنامج يخلص هتظهر لك الرساله ديت اللي هي افتح البرنامج او اللي انت تفتح البرنامج تاني. الرساله دي هتظهر لك بس اول مره اللي انت تنزل فيها البرنامج، فهتدوس اوكي. وبعد كده هقول لك اللي انت خش على سيرفر الديسكورد لو انت مش في سيرفر الديسكورد فهنقفلها عادي جدا. وبعد كده نفتح البرنامج عادي جدا، وبعد كده هتدوس على ستارت تمام. وبعد كده هتلاقي البرنامج بيفتح معاك عادي جدا على طول بدون اي مشاكل زي ما انت شايف everything is good. وبعد كده البرنامج يفتح معاك بالشكل دوت كده. حابب اقول لك هنا ان البرنامج فيه كل البرامج اللي انت ممكن تتخيلها وممكن تحلم بيها حرفيا. فعندك هنا مثلا في الاسينشالز او البرامج الاساسيه هتلاقي المايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس. وعايز اقول لك ان هو بينزله من اول 2005 لحد اخر حاجه، فبينزل لك كل الحاجات بتاعه المايكروسوفت فيجوال. والمايكروسوفت فيجوال دي من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى عندك على الجهاز، عشان لو من غيرها هتلاقي في برامج كتير ما بتشتغلش وهتلاقي في لعب كتير ما بتشتغلش. وعندك برضو من اهم الحاجات اللي ممكن تنزلها برضو دايركت اكس 11، وبرضو ده من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى عندك على الجهاز. والنفيديا فيزيكس برضو طبعا من الحاجات الاساسيه لو انت عندك كارت نفيديا او اي ام دي على ما اعتقد برضو. وزي ما انت شايف برضو هتلاقي هنا كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها. حتى ممكن هنا تنزل تعريف نفيديا بس نفيديا درايفر اونلي. هتلاقي كل حاجه انت ممكن تتخيلها. ببساطه جدا لو انت عايز تنزل اي حاجه من الليسته دي مجرد ان انت تحدد كده وكده وكده هينزل لك كل اللي متعلم عليه صح ببساطه جدا. ولكن الحاجات دي كلها عندي فانا مش محتاج انزلها. فخلينا مثلا ننزل براوزر او انا في براوزرز مثلا عايز انزلهم. تلاقي كل المتصفحات اللي انت ممكن تحتاجها او ممكن تتخيلها او اللي انت قابلتها في حياتك. هتلاقي الفايرفوكس، الكروم، البريف، السنت، الايبك، فالكون، انترنت اكسبلورر بتاع النسخه المايكروسوفت ايدج بتاع ويندوز 10 العادي. في ناس بتمسحه وما بتعرفش تنزله، فانت هنا ممكن تنزله عادي جدا. اوبرا تور، فيفايد، لايبر وولف، فايرفوكس لايت. يا بص هتلاقي حاجات كتير جدا. اوبن جي اكس ده كان الطلب من احد الناس اللي احنا نزله فنزلناه حضفناه يعني في البرنامج. فبسيطه جدا انا هنا ما عنديش الفايرفوكس وما عنديش الجوجل كروم. وممكن برضو ننزل سنت براوزر. فخلينا مثلا ننزل فالكون براوزرز ناس ما تعرفهاش خالص. ممكن زي ما انت شايف بالشكل دوت كده هتحدد اللي انت عايز تنزله وبعد كده تدوس على انستول. بسيطه جدا هيبدا معاك الانستول بالشكل دوت كده. زي ما انت شايف الفايرفوكس ده بيبدا الانستوليشن بتاعه. فزي ما انت شايف هنا هينزله من الموقع الرسمي. زي ما انت شايف ده الموقع اللي بينزل منه البرنامج https://download.mozilla.org. وبينزل لك الفايرفوكس باخر تحديث، وبينزله لك كمان بالبت بتاع النسخه بتاعتك سواء انت 32 بت او 64 بت. وكمان اللانجوج اللي هي الديفولت الانجليش اللي هي اللغه الانجليزيه. وزي ما انت شايف البرنامج بيبدا ينزل معاك بالشكل دوت كده. زي ما انت شايف هو بيبدا ينزله، فهتستنى لحد ما ينزله وكمان هيسطبوا لك وهيروق لك على الدنيا خالص. وبينزلها لك اوتوماتيك وبيعمل لك انستولنج. زي ما انت شايف هو هنا بدا يعمل انستولنج للفايرفوكس او بيسطب الفايرفوكس من غير انت ما تعمل اي مجهود ومن غير انت تعمل اي حاجه. حرفيا كل حاجه جاهزه. زي ما انت شايف بيسطب لك الفايرفوكس عادي جدا. زي ما انت شايف هو خلص الفايرفوكس هنا، وبعد كده هيخش على المتصفح الثاني اللي هو الفالكون. زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، وهنسيبه لحد ما ينزل الفالكون. فكره البرنامج ده ايه ببساطه جدا؟ انا بيجي لي ناس كتير في المحل بتبقى عايزه تسطب برامج معينه او برامج كتير، والبرامج دي بتبقى عندي بس حرفيا بتبقى في ساعات عايز اعمل لها اب تو ديت. فببقى محتاج ان انا اقعد اخش على السايت وانزل البرنامج وبعدين احفظه والليله دي كلها. فببساطه جدا البرنامج ده فكرته ان انا مش محتاج اعمل ده كله. ببساطه جدا تخش تحدد البرنامج اللي انت عايزه وتختاره وهو ينزله لك ويثبته لك ويعمل لك كل حاجه. فبيس از كيك يعني بيس اوف كيك. فاهم انت ايه؟ يجيب لك الحاجه على طبق من فضه. فزي ما انت شايف هو هنا خلص الانستليشن وكل حاجه زي الفل. وبعد كده تدوس على كلوز. وزي ما انت شايف الفايرفوكس ظهر معانا، ما كانش ظاهر معانا في الاول، وده معناه ان الفايرفوكس نزل معانا. فخلينا ندوس اوكي ونفتح الاوبشن ده او نفتح قناه اليوتيوب بالفايرفوكس. وما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت عجبك البرنامج والدنيا لذيذه يعني، عشان تلاقي برضه حبه تحديثات وبرامج وحاجات جميله وهتلاقي الدنيا في اللذيذ يعني. فزي انت ما شايف فتح اليوتيوب بتاعنا عادي جدا. يبقى اعمل سبسكرايب. وزي ما انت شايف الفايرفوكس اشتغل معانا عادي جدا. ولو جيت كده كتبت فايرفوكس
هتلاقي ان الفايرفوكس اتسطب معانا، وكده يكون سطب لك الفايرفوكس والفالكون. هتلاقي كل حاجه انت محددها بيسطبها لك وينزلها لك اوتوماتيك عادي جدا. وهتلاقي برده في المالتي ميديا هتلاقي كيلايت كودك، وهتلاقي كل المالتي ميديا اللي انت ممكن تحتاجها. انا عن نفسي بفضل البوت بلاير والامب. هسيب لك فيديو تحت في الديسكريبشن او هظهر لك فوق هنا. الفيديو دوت فيك 10 برامج كده جامدين جدا، لازم يبقى على الاقل معاك منهم 3 4 على الجهاز بتاعك. فبرده البرامج دي كانت منهم ببساطه جدا. دي كل برامج المالتي ميديا اللي انت ممكن تحتاجها، سواء ميديا بلاير او مشغل اغاني يعني، تمام. فهتلاقي كل حاجه موجوده على البرنامج. وعندك في اليوتيليتيز هنا هتلاقي ام اس اي افتر بيرنر والسي بي يو زد وكل الحاجات اللي انت محتاجها، والهارد ديسك اسينشال اللي بيقيس الهيلث بتاع الهاردات. وعندك كل حاجه انت ممكن تحتاجها وممكن تتخيلها. وعندك برنامج الاو سي سي تي، هتلاقي برامج كتير، هتلاقي كل اللي انت محتاجه هتلاقيه في البرنامج هنا. وعندك السكيورتي طبعا هتلاقي كل برامج المالوير، مالوير بايتس، الاي في جي، هتلاقي كل البرامج اللي انت ممكن تحتاجها، النورد باس، هتلاقي بص هتلاقي كل حاجه انت محتاجها حرفيا. عندك برده الريموت، هتلاقي التيم فيور، ايزي كونكت، اني ديسك. طبعا البرنامج ده ناس كتير بتحتاجه. وعندك في الداونلود برده هتلاقي نفس الحاجات، هتلاقي الانترنت داونلود مانجر، وهتلاقي كل برامج الداونلود اللي موجوده، تمام. ما اظنش فيها حاجات اكتر من كده يعني. وعندك في الميتنجز هتلاقي زوم وسيسكو وتينسنت، ودي كل البرامج اللي بتعمل بيها ميتنجز. ما اظنش ان في برامج تانية يعني، اشهر حاجتين هو زوم وسيسكو. وعندك الشاتنج هتلاقي الواتساب، وهتلاقي التليجرام، وهتلاقي الماسنجر والديسكورد والهيب شات والمايكروسوفت تيمز لو انت بتحب المايكروسوفت تيمز يعني، وطالب جميع والحاجات دي كلها. وعندك في الجيمز هنا عندك هتلاقي برامج الالعاب زي اوريجين وايبك جيمز لانشر، وعندك الستيم، وعندك يونيتي، وعندك جي او جي، وعندك اليونيتي هاب، وعندك يوبي سوفت، وعندك الشيت انجن لو انت بتحب بس ده في اللعب الاوفلاين، وعندك البلاي نايت، وعندك تويتش ديسكتوب اب. فهتلاقي كل البرامج اللانشرز بتاعت كل الالعاب، تمام، او كل الالعاب الاونلاين. وعندك برده في الفي بي ان لو انت مشترك في في بي ان او عايز تنزل الفي بي ان معين، عندك اوبن في بي ان. اوبن في بي ان ده من الفي بي ان الجامدين يعني، ممكن تستخدمه ببلاش مش محتاج فيه اشتراك. وبعد كده الواير جارد، وعندك نورد في بي ان، وبروتون في بي ان. عندك كل الفي بي ان اللي انت ممكن تحتاجهم. وعندك اكسبريس في بي ان، هتلاقي كل حاجه. وعندك في الويندوز هنا هتلاقي وول بيبرز، ممكن تنزلها النسخه بتاعتك عادي جدا. ببساطه جدا تختار نوع الوول بيبر اللي انت عايزها، انمي ولا موفيز ولا كرتون ولا جيمز. وببساطه جدا هتحدد الوول بيبر اللي انت عايزها وتدوس على انستول، تمام. ولكن انا هنا مشغل الوول بيبر انجن فمش محتاج ان انا انزل وول بيبر. وعندك في التويك دي حبه تعديلات بسيطه جدا. التعديلات دي لا تكون مثلا 0% من التعديلات اللي موجوده في تيك بايتس تويكر، اللي البرنامج اللي احنا لسه هنعمل عنه حلقه وهديكم عنه هنت بسيط كده في اخر الفيديو. ولكن التعديلات دي مهمه جدا اللي انت ممكن تعملها يعني، تعديلات بسيطه جدا. عندك مثلا الدارك مود واللايت مود بتاع النسخه، والجاد مود فولدر، تمام. وعندك المانيوال تويكس، وعندك نيفيديا سيتنجز. المانيوال تويكس دي من الحاجات اللي انت تعملها اللي هتسرع معاك النسخه، تمام. ببساطه جدا هتحدد كل التويكس دي اللي انت عايز تعملها، زي مثلا مانيوال تويكس ونيفيديا سيتنجز، والباور هايست برفورمانس ده برده هتعمله، والنيفيديا بروفايل انسبكتور نفس الكلام. وعندك الام اس اي مود جي بي يو في اليوسج ده برده هتعمله. والحاجات دي كلها ديسيبل لحاجات كده ايه في الويندوز 10 اللي هي تعمل لك كستمايز ليها يعني، حاجات عاديه جدا في كستمايزيشن النسخه. ودي برده بعض الالعاب او بعض التعديلات في الالعاب اللي برده هتحسن لك الاداء شويه في الالعاب، تمام. زي ما انت شايف بالشكل دوت كده تحدد اللعبه اللي انت بتلعبها وهيعمل لك ليها التويكس بتاعتها. وبعد كده تدوس على ابلاي. فخلينا مثلا ندوس على ابلاي بالشكل دوت كده على الحاجات اللي احنا حددناها. زي ما انت شايف هقول لك هنا ديسيبل اوتوماتيك ابديت مابس، هتدوس اوكي، تمام. زي ما انت شايف هنا انا اصلا شايل المابس. التعديلات اللي في تيك بايتس تويكر اقوى بمليون مره من التعديلات اللي في البرنامج دوت. ولكن برضو التعديلات دي يعني مش سيئه، هي كويسه جدا كبدايه. ولكن هتحس بفرق كبير لو انت اصلا النسخه بتاعتك مش متعدله خالص، هتحس بفرق كبير قوي في التعديلات دي، تمام. فزي ما انت شايف ده الديسك كلين اب مش محتاج اعمله. وهنا تيرن اوف ان السيسري ابس ان ستارت اب. ببساطه جدا هتقفل كل البرامج اللي مالهاش لازمه في الستارت اب. زي ما انت شايف الستارت اب هتفتح معاك بالشكل دوت كده. لو انت عندك برامج كتير هنا هتقفلها، البرامج اللي انت مش محتاجها اقفلها، والبرامج اللي انت محتاجها سيبها عادي جدا. ببساطه جدا اون واوف يعني الموضوع بسيط جدا. وبعد كده تيرن اوف سينك سيتنجز نفس الكلام. طبعا السينك سيتنجز ممكن ما تفتحش معايا هنا لان انا برنامج تيك بايتس تويكر زي ما قلت لكم هو اقوى مليون مره، وانا قافل السينك بتاع مايكروسوفت لان انا النسخه بتاعتي يعتبر عامل لها تعديلات بحيث ان مفيش داتا منها تروح لمايكروسوفت او مفيش داتا يعني مفيش داتا بتخرج وتدخل منها، فيعني ايه السكيورتي بتاعها زياده شويتين. فزي ما انت شايف ديسيبل بلوري افكت هتدوس اوكي، هيفتح معاك البلوري افكت بالشكل دوت كده. دي المفروض بالطبيعي او الديفولت عندك هتبقى معمول لها اون، انت هتخليها اوف، تمام. وبعد كده تشينج ماوس ليفل من 6 ل 11. ببساطه جدا هتروح على البوينتر اوبشنز وتخلي دي عند في النص او عند النقطه الثابته وتقفل الانهانس بوينتر بريسيشن، تمام. وبعد كده تدوس اوكي، وبعد كده تدوس تشينج، وبعد كده لوك في السيتنجز كيرفولي. هيفتح لك سيتنجز او اعدادات في النفيديا كنترول بانل، تمام. زي ما انت شايف بالشكل دوت كده هتحاول تعمل زيها ببساطه جدا، تحاول تعمل نفس الاعدادات دي كده زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. واهم حاجه فيهم هي المانج 3 دي سيتنجز، هتعملها بالشكل دوت كده وبعد كده تدوس سيف، تمام. ببساطه جدا هتروح على المانج 3 دي سيتنجز ببساطه جدا بالشكل دوت كده وتعمل كل الحاجات زي ما انت شفت بالصوره كده، تمام. عشان ما اطولش الفيديو يعني هي الموضوع يعني مش محتاج ان انت اقول لك فيه اي حاجه يعني. وبعد كده هتدوس على دونت فورجيت تو سبسكرايب، تمام.
فبتقول لك برده ان انت ممكن تشوف الصوره، ويعني بص ببساطه جدا اعمل زي ما الصوره بتقول لك واعمل زيها عادي جدا. زي ما انت شايف هنا هتفعل الام اس اي مود على الكارت الشاشه بتاعك، فانا عندي كارت شاشه جي تي اكس 970، هتدوس على الام اس اي بالطبيعي ان هي مش هتبقى متفعله، فهتدوس على اللي هي متفعله كده وبعد كده تدوس على ابلاي، وبرده هتلاقي بقى حبه تعديلات البرنامج اقول لك لها. ودي اعدادات اللاعب ان هو يحط لك اللعبه الفالورنت، ان هو يحط لك اللعبه في الهاي بايورتي زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. ببساطه جدا الهاي بايورتي اللي هي لما تفتح التاسك مانجر وتجيب اي بروسيس، ببساطه جدا خلينا نجيب مثلا الاو بي اس، وبعد كده تروح على جو تو ديتيلز وبعد كده كليك يمين سيت بايورتي وتخليها هاي. تمام ببساطه جدا ده هو اللي البرنامج بيعمله، ولكن ده بيوفر عليك اللي انت تعملها من الريجستري على طول. فببساطه جدا انا مش محتاج اعملها لان انا عامل تويكس اقوى بمراحل في برنامج التيك بايتس تويك. فزي ما انت شايف هتلاقي ايه في كام ريجستري كده اتفتحت، ده كلهم المفروض اللي انت تدوس عليهم يس بالشكل دوت كده. تمام زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، وهتلاقي الدنيا معاك تمام. لكن انا ايه اللي عامل الحاجات دي مش محتاج ان انا اعملها لان انا اصلا اوريدي عامل حاجات اقوى بكتير من التويكس دي. فزي ما انت شايف ديت هو برنامج التيك بايتس انستولر، وفي جزئيه كمان فيه اللي هو انستول مايكروسوفت ابس. بسيطه جدا ده يخليك تمسح المايكروسوفت ابس اللي ملهاش لازمه او اللي انت مش هتحتاجها زي السكاي والميوزك بلاير، الحاجات دي كلها مش هتحتاجها. فببساطه جدا انت ممكن تدوس على الديفولت وهو يعمل لك الحاجات اللي هي مش ملهاش لازمه او مش هتستخدمها، وبعد كده تدوس على انستول وهيبدا يمسحهم لك واحد واحد. ولكن انا اوريدي ماسحهم، فزي ما انت شايف هو ما بياخدش وقت، يعني هو زي ما انت شايف اللي هو ايه على طول بيعدي. لو في منهم برنامج موجود عندك هتلاقي ان هو بدا يمسحه. تمام فزي ما انت شايف دي كل الحاجات اللي موجوده في تيك بايتس انستولر، وهو ده برنامج تيك بايتس انستولر. برنامج لذيذ جدا لو انت بتنزل برامج كتير او انت محتاج ان انت تنزل برامج، فهيساعد عليك وهيختصر عليك وقت كبير جدا وهيبقى في اللذيذ. وهنا برده لو انت عايز تشوف فيديو او طلع لك فيديو هنا ببساطه جدا تدوس على تشيك ذيس فيديو هيفتح لك الفيديو دوت. ده ببساطه جدا بيوريك يعني ايه زي ما تقول كده ايه اعلانات لينا او اعلانات للقناه. فزي ما انت شايف لو انت حابب تدعمني ممكن طبعا تدعمني ببيبال. تمام بالشكل دوت كده هيفتح معاك بيبال، ولو ده لو انت حابب تدعمني طبعا. وعندك برده اليوتيوب وعندك الديسكورد، فهتلاقي عندك كل حاجه انت محتاج تعرفها. يعني ببساطه جدا هو ده برنامج تيك بايتس انستولر. الهنت اللي هديلكم بقى عن برنامج تيك بايتس تويكر، وده برنامج لسه هينزل في المستقبل. وببساطه جدا بقى برنامج تيك بايتس تويكر هو برنامج بيخفف الاداء وبيحسن لك اداء الجهاز في الجيمنج وفي كل حاجه حرفيا، يعني بيحسس اداء النسخه من A to Z. والبرنامج ده محطوط فيه مجهود كبير جدا وخبره كتير قوي يعني خبره فعلا تقيله. يعني بص برنامج جامد جدا. وانا مش هتكلم عن البرنامج ده كتير، ولكن حابب اقول لك ان الناس كانت في ناس بتجرب البرنامج ده قبل ما اعلن عنه. وببساطه جدا الناس اللي جربت البرنامج عملت ريفيوز هنا تقدر تشوفها زي ما انت شايف ريفيوز ناس جربت البرنامج. وحابب اقول لك ان البرنامج في ناس كتير اكتر واكتر جربته. الناس دي ما سمحلاش انها تستخدم الديسكورد او ما لهاش خلق على الديسكورد ما اعرفش ليه، ولكن زي ما انت شايف في ناس كتير جربت البرنامج دوت وفعلا البرنامج ده فرق معاهم. فزي ما انت شايف لو عايز تنزل برنامج تيك بايتس تويكر برضو هتيجي عند تيك بايتس تويكر وهتيجي عند داونلود وهتنزل البرنامج. عندك هنا انستولر وعندك هنا نسخه بورتابل، نزل اللي يريحك. عندك هنا لو انت عايز تسطب البرنامج على الجهاز عندك، وعندك هنا لو انت عايز تخلي البرنامج بورتابل عادي جدا. وكده النقطه مهمه، هل برنامج تيك بايتس انستولر ده فيروس ولا لا؟ اكيد انا مش هعمل لك حاجه فيروس، ولكن برضو لزياده التاكيد هنخش على برنامج فيروس توتال ونشوف. انا اول مره اشوفه معاكم يعني، بس خلينا نخش على برنامج فيروس توتال ونشوف هل فعلا برنامج فيه اي فيروسات ولا لا، عشان انا عمري ما عملت التشيك ده صراحه. فخلينا نعمله سوا ونشوف هل فعلا في اي مشاكل ولا لا. فخلينا كده نجيب تيك بايتس انستولر ونجيب الانستولر الاكسي بتاعنا ونحطه وبعد كده كونفيرم ابلود ونشوف هل هيجيب لنا اي مشاكل ولا لا. فزي ما انت شايف هو دلوقتي بدا يعمل التشيك على البرنامج، فعادي جدا هنستنى لحد ما يخلص التشيك ونشوف النتيجه مع بعض. انا مستغرب ان المفروض لو حد عمل تشيك على البرنامج ده نازل بقاله فتره وفي ناس كتير استخدمته، المفروض لو في حد عامل تشيك على البرنامج دوت المفروض ان هو اول ما يترفع كده يقول لك البرنامج فيه مشاكل ولا لا. فالمفروض ان ما حدش عمل تشيك خالص على البرنامج ده. فانتوا بتهزروا يا جماعه، انتوا بتاخدوا اي حاجه من اي حد وتستخدموها كده عادي. حاولوا يا جماعه، انا مش حاطط حاجه في البرنامج، بس الفكره كلها ان انت حاول لو خدت برنامج من حد او خدت برنامج من اي موقع اوبن سورس او اي حد قال لك عليه او حتى موقع من مكان مضمون، حاول دايما اللي انت تحطه على فيروس توتال وتشوف في تشيك هنا ولا لا. خلي بالك ان في ساعات بيبقى فيه فولس ديتكشن، يعني مش بتبقى موجوده بنسبه مثلا 30 40% في بعض البرامج، ولكن فولس ديتكشن ده بتبقى بتاعه انتي فيروس كده تعبان، يعني مش فاكر اسمه بالتحديد بس كان واحد من دول يعني، بس مش مهم. ولكن الفكره كلها ان انتوا حاولوا دايما ان انتوا تتاكدوا من الحاجه اللي انتوا بتاخدوها. تمام زي ما انت شايف هنا مفيش اي ديتكشن على البرنامج بتاع تيك بايتس انستولر، فيعتبر برنامج سيف جدا او امن جدا ومفيش فيه اي مشاكل. تقدر انت كمان تنزل البرنامج وتعمل له تشيك قبل ما تستخدمه، وهو ده البرنامج. فلو استفدت من
تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وتقول لي هل البرنامج ده فادك ولا لا. ولو فادك هطلب منك طلب صغير جدا ان انت تخش على الديسكورد وتيجي عند برنامج تيك بايتس انستولر وتيجي عند ريفيوز وتكتب لنا اي كلمه حلوه. وشكرا يا استاذ صلاح لو انت بتتفرج عليا على اليوتيوب، حابب اشكرك على الريفيو الجامد دوت. وبيس، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب لثالث رابع مره. والريفيو بيس يا معلم، واشوفك الفيديو الجاي. والفيديو الجاي على ما اعتقد هيبقى تيك بايتس تويكر او اي فيديو تاني لو ما حصلش اي تغييرات في الخطه. فبيس.